هو أنا لو لأي سبب محتاج إن أنا يبقى عندي أكتر من نود فيرجن على الجهاز، أعمل إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا بكم، معاكم خالد جودة، والنهاردة جاي أتكلم معاكم في موضوع سهل وبسيط إن شاء الله، ولكنه موضوع مهم. أنا مثلا دلوقتي لو رحنا على الموقع الرسمي بتاع نود جي إس، وحبيت إن أنا أعمل داونلود للنود، و يعني لو رحنا على صفحة الداونلود كده وشوفنا الفيرجنز اللي موجودة، أو حتى من غير ما نروح على صفحة الداونلود، عندنا هنا هنلاقي إنه في عندنا ال LTS أو latest version اللي هي ال 24. أو لو فتحنا كده هنا هنلاقي إن أنا عندي ال LTS اللي هي النسخة ال 24، والنسخة اللي شغالين عليها حاليا اللي هي ال 26. وأنا واحد من الناس عندي الفيرجن اللي هي 22. يعني لو رحت كده على ال CMD، تمام، وجيت كتبت نود داش في، هتلاقي إن أنا مثلا عندي النسخة اللي هي ال 22. بس نفترض إن أنا مثلا عندي شغال على 2 بروجكت، وكل بروجكت فيهم كان معمول أو بيسبورت فيرجن معين من النود. يعني إيه؟ يعني مثلا لو رحنا مثلا على الأنجلر مثلا، أنت دلوقتي لو حابب إن أنت تتعلم أنجلر، أو شغال على بروجكت معمول بأنجلر مثلا، بس هو معمول بفيرجن قديم مثلا، لو رحنا على الريفرنس كده ورحنا على الفيرجن كومباتيبلتي، هتلاقي إنه مثلا عندك هنا الانجلر 17 بيسبورت النود جي اس يا اما فيرجن 18 يا اما فيرجن 20. طب انا مثلا واحد دلوقتي عندي 22، طب ايه المشكله؟ طب تعالى نروح على السي ام دي كده. انا دلوقتي سطبت عندي الانجلر سي ال اي، تمام، بتاع الفيرجن 17، تمام. لو انا رحت كتبت كده ان جي فيرجن، تمام، ودوست انتر، هتلاقي دلوقتي اللي هيظهر. هننتظر لحظات، ثواني بس كده، وهنشوف اللي هيظهر لنا هيقول لنا ايه. بص انا عندي هنا النود فيرجن اللي هي 22.16. بص الان جي فيرجن بقى، بص كده مطلع لي warning هنا بيقول ايه: the current version of node اللي هي 22.16 is not supported by angular. تمام، ليه؟ لان انا عندي الانجلر سي ال اي اهو. بص كده انجلر سي ال اي 17.3، والنود فيرجن 22 ده unsupported بالنسبه للفيرجن 17 بتاعت الانجلر. واحنا قلنا هنا الانجلر 17 بيسبورت 18 او 20. طبعا انت ممكن يكون عندك اي سبب بيخليك ان انت محتاج فيرجن معينه من النود. انا هنا بديك مثال بانجلر 17. يعني انت لو شغال دلوقتي بتتعلم انجلر مثلا جديد، انجلر وصلت دلوقتي للفيرجن 22، ودي بتسبورت نود من اول 22 لحد 26 اللي هم شغالين عليها حاليا. لكن احنا يعني بنفترض ان انت لاي سبب من الاسباب محتاج فيرجن مختلفه من النود. طب هل انا بقى المفروض ان انا اروح امسح النود فيرجن اللي عندي وانزل النسخه القديمه اللي هي 20 او 18؟ قال لك لا، في حاجه اسمها NVM او نود باكج مانجر. لو رحت على جوجل وكتبت NVM انستول، هيجيب لي هنا ده لينك بتاع ال NVM جيت هاب ريبوزيتوري، ودي ريبوزيتوري خاصه بالويندوز. يعني لو انت الاوبريتنج سيستم بتاعك ويندوز، هتروح على اللينك ده، تمام، هيفتح لك الريبوزيتوري بتاعت الفيرجنز بتاعت ال NPM بالنسبة لنسخة الويندوز، تمام. وتقدر بقى تيجي هنا تقرا هنا كده وتشوف انت محتاج ايه وتنزله. طب احنا عايزين ننزل الفيرجن، هنروح فين بقى؟ هنروح على آه تمام. في عندنا طريقتين ان احنا ممكن اروح للريبو بتاعت الجيت هاب، تمام، وانزلها، تمام. او لو رحنا على داونلود ناو هنا كده اهو، هروح ادوس عليها كده هيوديني على فين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. معلش نستحمل شوية. هيوديني على صفحة الريليز. هنا الفيرجنز المختلفة اهيت. تمام. هاجي انا عايز اللي هي ال NVM دوت سيت اب. ايوه اهو. بص هنا كده في عندي NVM دوت سيت اب دوت زيب. تمام. هدوس عليها هيعمل لها داونلود. انا اصلا كنت عامل لها داونلود قبل كده. تمام. فهنلاقي هنا في صفحة الداونلود موجودة. هدوس كده هفتح الفايل اللي هو الكومبريس ده، وهدوس مرتين كده هسطب نيكست 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 عادي خالص لحد ما ايه، ما يتعمل له سيت اب. بعد ما يتعمل له سيت اب انت هتلاقي الباور شيل فتح، او لو ما فتحش انت هتفتح الباور شيل، بس هتفتح الباور شيل از ادمنستريتور. يعني لازم انت تفتحه از ادمنستريتور. تمام. لو انا جيت هنا هفتحه كده مش ادمنستريتور، وجيت قلت له نود مثلا يوز مثلا 20. تمام. قال لي ايه؟ طبعا مش راضي هنا ينفذ الامر. هو بيقول لي الفيرجن اللي موجوده حاليا 22. فانا عشان اعمل اي امر عشان اشتغل ال NVM، مثلا لو انا جيت قلت له NVM، هاجي هنا كده اقول له run as administrator مثلا، وجيت قلت له هقول له مثلا انا اسف انا قلت نود يوز، لا هو مش المفروض اسمها NVM، بس الاول قبل ما اعمل يوز انا دلوقتي عندي النسخه ال 22. طب انا عايز النسخه ال 20، فاقول له NVM install 20. طب انا عايز 18، NVM install 18. طب انا عايز بقى بعد ما عملت له انستول، طبعا انا نزلتها خلاص فمش هنزلها تاني. انا بقول له NVM انستول وبديله الفيرجن نمبر وبدوس انتر. بعد ما بنزلها بقول له NVM يوز 20. تمام. تاني ارجع هنا قبل ما اعمل يوز، هاجي هنا تاني اكتب اهو نود داش في عشان اتاكد لك اهو النسخه اللي شغاله حاليا اللي هي 22. لما اجي بقى اقول له NVM يوز 20، بس ما تنساش تعمل انستول الاول للفيرجن اللي انت عايزها، تقول له انتر. تمام. اهو هيقول لك ناو يوزنج نود فيرجن 20. ولو رحت على السي ام دي تاني وقلت له نود داش في، هلاقي النسخه اللي شغاله حاليا 20. لو رحت بقى قلت له ان جي فيرجن عشان اشوف هل الورنينج ده هيظهر تاني ولا لا، ودوست انتر. وتعالى نشوف دلوقتي اهو. بص اشتغل تمام زي الفل والورنينج ما ظهرليش. يبقى انا لو عايز يبقى عندي اكتر من نسخة على جهازي من النود، من غير بقى ما اقعد امسح كل شويه فيرجن وانزل فيرجن تانية وامسح القديم وبعدين ارجع انزل اللي انا مسحتها تاني، اقدر بكل بساطه انزل ال NVM زي ما قلنا اهو من هنا من الجيت هاب ريبو. هروح على جوجل هكتب NVM انستول هيوديني على الريبو. من الريبو هروح على صفحه الداونلود هيجيب لي الريليسز اهي. هختار الريليس اللي انا عايزها وانزل ال NVM setup.zip وبعد كده اسطبه نيكست نيكست عادي، وافتح الباور شيل از ادمنستريتور واقول له NVM انستول رقم الفيرجن. بعد كده بعد ما يخلص انستليشن اقول له NVM يوز رقم الفيرجن اللي انا عايزها. طب انا دلوقتي خلصت، نفترض ان انا جيت خلصت، انا اشتغلت مثلا خلاص اقفل ده بقى كده انا مش عايزه. جيت انا خلصت شغل مثلا على الفيرجن اللي انا كنت عايز ارجع بقى للفيرجن الثانيه عادي بكل بساطه. هاجي هنا اقول له NVM. تمام اهو زي نفس الطريقه NVM يوز. ارجع تاني على النسخه ال 22 هيقول لي ناو يو ار يوزنج نود 22 16. ولو رجعت تاني على السي ام دي اهو اقول له بقى نود داش في، نود داش في هيقول لي 22. وبكده اقدر اتنقل ما بين النسخ المختلفة او الفيرجنز المختلفة من النود حسب احتياجي وحسب الحاجة اللي انا شغال عليها. اتمنى يا رب الفيديو يكون مفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.